زي النهارده 21 رمضان حصل ايه؟ تعال اقول لك. وفاة ابن ماجه صاحب كتاب سنن ابن ماجه. في 21 رمضان عام 273 هجرية توفى ابن ماجه صاحب كتب سنن ابن ماجه، وله كتب أخرى في التفسير وكتب أخرى في التاريخ. وقد ولد في قزوين وارتحل إلى العراق ومصر والشام، ومات وعمره 64 عام. بدء حفر قناة السويس. في 21 رمضان عام 1275 هجرية بدأت أعمال الحفر في قناة السويس التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، بمشاركة قرابة 1,000,000 عامل مصري. وفاة السلطان عثمان الأول. في 21 من شهر رمضان سنة 726 هجرية توفى السلطان العثماني الأول مؤسس الدولة العثمانية. كان عثمان الأول زعيم عشيرة قاي التركية، وعامل سلاجقة الروم على إحدى إمارات الثغورة الأناضولية، ومؤسس السلالة العثمانية التي أسست الدولة العثمانية وحكمت الأناضول والبلقان والمشرق العربي وشمال إفريقيا قرابة 6 قرون. تولى عثمان شؤون الإمارة وزعامة العشيرة بعد وفاة والده لصالح السلطنة السلجوقية الرومية، وهاجم الثغور البيزنطية وفتح عدة حصون. وحين تغلب المغول على سلاجقة الروم وقضوا على دولتهم، سارع عثمان إلى إعلان استقلاله عن السلاجقة، فكان بذلك المؤسس الحقيقي لدولة تركية كبرى نسبت إليه فيما بعد باسم الدولة العثمانية. وتوفى في بورصة بينما كان يواصل فتوحاته في الأناضول. بس كده، ده برنامج حدث تاريخي حصل في رمضان. لو وصلت لحد هنا شكرا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وفولو، وتقول لي رأيك في كومنت. سلام.